السلام عليكم حبيباتي، صباح الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا بيان. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده، والوصفه نتاع اليوم اللي هي زلابيه يعني تاع البنان. جبتها لكم بشكلين مختلفين، واحده مدوره وواحده كيما العاده يعني طويله. الوصفه هذه كنتوا طلبتوها مني، وهذا وين جا الوقت باش نبارطاجيها معاكم. وانا حبيباتي الى عجبتكم لا فيديو نتاع اليوم ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومونتير وتشتركوا في القناه، واكيد ما ننساوش صلاه والسلام على الحبيب مصطفى عليه افضل صلاه والسلام. بالنسبه لهذه حنكيل بها، راهي تكيل لي قيس كاس. جبت زوج كيسان تاع الفارينه ما يكونوش معمرين بزاف يا البنات كيما شفتوا. درت معاه ربع كاس نتاع السميد يكون رطب، وربع مغرف صغيره نتاع الملح باش ما تجيناش الزلابيه نتاعنا صامته. ودرت مغرف كبيره نتاع العسل. شوفوا البنات، نورمالمون مغرف كبيره نتاع العسل ما نديرهاش مع النواشف، المواد الناشفه هذون نديرها مع المقادير السائله. مي انا غلط درتها تماك. على بالكم كي تكون وحده تخدم وتقصر ما تفيقش كامل اش راهي دير. هنايا جبت كسرونه ندير معاها زوج كيسان نتاع الماء يكونوا معمرين، مع ربع كاس نتاع الزيت. ونورمالمون هنا المغرف كبيره نتاع العسل نجي نضيفها هنا مع السوائل. نتوما ديروها هنا مع السوائل، ما ديروهاش مع النواشف. تخلطوها مع بعضهم وديروا هذوك السوائل يغلوا فوق النار. هنايا النواشف تجوا تخلطوها مع بعضهم. وبالنسبه هنا البنات المغرف كبيره نتاع العسل، الا كان العسل تاعك خفيف كيما نتاعي يعني عادي ديروا مغرف كبيره. الا كان ثقيل يشغل بزاف سخنوه وديروا مغرف كبيره. يعني الا درتوه هو ثقيل رايحه تجيكم قيس زوج مغارف، ما راحش تجيكم قيس مغرف. يعني اذا كان ثقيل سخنوه وديروا المغرف كبيره نتاع العسل. ومن بعد هنايا بعد ما غلى الخليط نتاعي داك السائل، جيت نحيته من على النار وضفت النواشف على ضربه واحده، ديك الفارينه والسميد اللي كنت خلطتهم. ونبقى نخلط من الاحسن بموقف تاع الحطب باش تعاونك. كيما شفتوا راني نخلط مليح مليح. بعد ما خلطتها بيان جيت درتها في البلان دو طرافاي عفوا البنات. ومن بعدها نبدا نخلط فيها كي نفتحها شويه باش تبرد لي نقدر نلمها. ومن بعدها نبدا نلم فيها بيدي حتى تحصلوا العجينه تكون طريه. دوك تشوفوا كيفاش نلمها. شوفوا البنات، يعني ما تبداوش برك تلموا فيه، من الاحسن ابداو قطعوا فيها بالكف تاع اليد تاعكم، كل خطره قطعوها حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. ولازم هنايا تبرد يا البنات، يعني تبردوها مليح باش نقدروا شغل نشكلوا الزلابيه نتاعنا. كيما راكم تشوفوا راني نلم فيها، وبعد نبدا نقطع فيها بالكف تاع اليد تاعي حتى تحصلت على العجينه طريه وتكون ملساها، وليكم القوام نتاعها تكون ليس واكيد تكون بارده. انا بعد ما كملتها جيت قسمت العجينه تاعي على زوج ولا ثلاثه، يعني حسب الحجم تاع لابوش نتاعك. اللي حنديرها في البوش نديرها، واللي مش راح نديرها في البوش نديرها في الساشي ولا بابي اليمونتير باش ما تيبسليش. هنا تجيبوا بلا، نجي ندير فيه بابي كويسون كيما راكم تشوفوا. ومن بعدها نبدا نشكل في الزلابيه نتاعي. لا ندير بابي كويسون باش ما تلزقليش في سنيويه البنات. نبدا نشكل هكاك في الطول. وبالنسبه للشكل تاع الطول عفوا الطول نتاعها يعني يبقى اختيار، تحبوها طويله بزاف ولا يعني قصيره. وبالنسبه هنا البوش تاعي البنات انايا شغل الحجم نتاعو ديجا صغير مش كبير بزاف، مي هكاك وجاتني بنينه يعني ما تجيش معجنه من الداخل. احنا عجبتنا انه تكون رقيقه احسن من تكون خشينه ومعجنه. كمل درت هذا الطوال كامل، ومن بعد رحت شكلت المدور. دوك نوريكم الطريقه اللي شكلت بها انا المدور. وعجبني انا يعني في الشكل المدور احسن من طويل، وهذا يبقى يعني اختياري يا البنات. نكمل بنفس الطريقه. بعد ما نكملها نعاود ندير العجينه اللي كنت خليتها في البوش، ونبدا نشكل في الدائري يعني نشكل هاك. ومن بعدها في الاخير يعني نحى بيدي ونغلق هاك يعني العجينه باش ما تفتحلناش من بعد، يعني تغلقيها بيدك. دوك نزيد نوضح لكم اكثر في لا فيديو، ونظن يعني لا فيديو تبين لكم اكثر من اني نشرح لكم، تبينها لكم احسن. شوفوا كيفاش راني ندير البنات، ونفتح هكا بيدي ونغلقها بيان، يعني نحي هاك العجينه بيدي ونغلقها مليح باش ما تفتحليش من بعد. نكمل العجينه كامل نتاعي باش نروح نقلي زلابيه، يعني مش نشكل شويه ومن بعد نروح نقلي، لا انا نحب نكملها كامل باش نروح نقلي زلابيه نتاعنا. وهنايا بالنسبه كي تكونوا حترفعوا زلابيه تحبوا ترفعوها بيدكم هكاك، واللي حسيتوها صعيبه جيبوا موس هكاك شغل ديروه من تحت وارفدوا، راح يعاونكم شغل الموس بزاف وانتم ترفعوا في العجينه نتاعكم، وديجا ما راح تلصق لكم ما والو. بالنسبه للسر اللي يخلي لك الزلابيه نتاعك ما تفتحش في الزيت، هو طريقه تاع الطياب نتاعها يا البنات.
اول سر انه الزيت يكون كميه لاباس بها، ما تكونش قليله. الحاجه الزوجه انه الزيت يكون شغل سخون سخون يا البنات بزاف، ياك يكون سخون شغل فاتحه النار قاويه. كي يسخن الزيت مليح مليح، جيبي زلابيه نتاعك ديريها في الزيت وما تمسيهاش بالمغرف، يعني ما توشيهاش كامل، خلي الزيت النار تاعك قاويه والزيت يكون يغلي. ديري زلابيه نتاعك انتيا تشوفيه شغل الزلابيه نتاعك بدات هك تحكم روحها شويه، ما تمسيهاش بالمغرف يا البنات. كيما راكم تشوفوا هنايا هي بدات تحمر شويه، نقص النار متوسط ونخليها طيب. كيما انايا الحاجه نتاع الزلابيه نتاعي مش خشينه يعني رقيقه، بالخف طابت لي. الا كانت خشينه يعني اعطولها الوقت نتاعها باش تطيب لكم من الداخل، مش تشوفوها حمراء من الفوق خلاص. ليسونسيال البنات، السر الاول الزيت يكون كميه لاباس بها. السر الثاني انه الزيت يكون سخون بزاف يا البنات. والسر الثالث انه النار تكون قويه. الوقت اللي تحطي فيه الزلابيه نتاعك وتشوفيها بدات تحكم روحها وتحمر، نقصي النار متوسط وخليها الوقت حتى نطيب بيا. بعد ما طابت لي كيما شفتوا، نحيها ديريكتومون نديرها في العسل. دوك نوريكم نديرها في العسل، نعسل الزلابيه نتاعي. بالنسبه هنا لعسل البنات راني انا خدمته في الدار. اللي تحب الوصفه نتاع العسل راح نحطها لكم لتحت في صندوق الوصف، ديجا ما عنديش بزاف من اللي بارطاجيتها معاكم. ومن بعدها نروحوا نديروا يعني الزلابيه المقله الزاوج الطيب. وكيما قلت لكم كي نكون راح ندير المقله الزوج الطيب، نعاود نفتح النار قاويه، نخلي الزيت يسخن شويه يعني مده دقيقه ولا اقل من دقيقه يسخن مليح. ومن بعد ندير الزلابيه نتاعي نشوفها شويه حمرت، نقص النار متوسط نخليها طيب. وكيما هاك نكملوا المقله الثالث والرابع حتى وين تكملوا الزلابيه نتاعكم. ليسونسيال كل ما تكونوا حديروها زيدوا النار قويه ولوحوا الزلابيه نتاعكم في المقله، ومن بعدها نقصوا النار متوسط. وكل ما تنحوا يعني زلابيه من الزيت ديريكتومون ديروها في العسل، عسلوها، خلوها مده يعني 3 دقائق 4 دقائق تتعسل، ومن بعدها نحيها من العسل. نكمل نطيب الزلابيه نتاعي كامل بنفس الطريقه ونعسلها تانيك بنفس الطريقه. وكيما راني وصيتكم يا البنات راني عطيتكم كامل لي زاستيوس والطرق باش تجيكم الزلابيه نتاعكم ناجحه 100%. ليسونسيال حبيباتي نكمل نعسل الزلابيه نتاعي كامل ونطيبها ومن بعدها نقدمها معاكم. وبالنسبه للطريقه نتاع الزلابيه يعني تحبوها دائريه تحبوها مربعه، وتانيك تحبوا يعني العجينه كيما شفتوا راهي تعاونك، تحبي تفتحيها يعني في البابي اليمونتير وتطبعيها بالطابع مي احسن. انا عندي باش ما تجيكش خشينه بزاف ديريها بهذه الطريقه. وهنا يا حبيباتي بعد ما كنت كملتها كامل وعسلتها، شوفوا لي كيفاش جاتني من الداخل، جات ما شاء الله وما تجيش كامل معجنه، تجي رقيقه وتجي مقرمشه من الفوق ومن الداخل الطريه هكاك شويه البنات. هنا يا حبيباتي وصلنا لنهايه لا فيديو. بيان سور الى عجبتكم لا فيديو نتاع اليوم ما تنساوش حبيباتي تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه، وشكرا.